التشكيله اللي كانت لعلي بن شيخ، الذي طبعا علي بن شيخ دائما يكون فيها كاين اضافه. علي بن شيخ عطاك تيتولار واعطاك تاني اللي يدخل دوزيام ميطون ولا يدخل روبلاسون. اعطينا تشكيله علي بن شيخ الذي اختارها اليوم لمواجهه اوغندا يوم الثلاثاء. علي بن شيخ يجدد الثقه مثل زملائه في لوكا زيدان من اجل تجريبه في هذا اللقاء. بالغالب ميطون ميطون بن بوطي يلعب دوزيام ميطون ولا بريمير ميطون ولا خويا. المهم ميطون. اوكي، هذه ما كنتش على بالي بها، انا تعلمنا حاجه جديده. بالغالي على الجهه اليمنى، دروفال على الجهه اليسرى، بن سبعيني مع شرقي في وسط الدفاع، بوداوي اونسيس، الشيبي مع مازا في وسط الميدان رفقه بوداوي طبعا، قبال على الجهه اليمنى ويعوضوا بوعناني بعد ذلك في اثناء اللقاء يدخل كاحتياطي لتعويضه باش نزيدوا نشوفوا بوعناني، عموره على الجهه اليسرى، قويري ويدخل شياخه في الاحتياط. لماذا اخترت اولا خط الدفاع؟ نبداو بخط الدفاع ثم نروحوا لوسط الميدان. الكارديان قلت لنا لوكا زيدان وبنبوط ميطون حسب علي بن شيخ. نروحوا لخط الدفاع. خط الدفاع لارير دروا اللي لعب الماتش المقابله اللي فاتت لازم نزيدو نشوفوه مع فريق اللي احسن من الصومالي باش نشوفوه هذا الجوار المستوى تاعو، صح، لان ما نجموش نجيوه مع فريق اللي قعد غير للور. نعم سوا دونك هذه وحده. اللي لوتر جوار واسمه شرقي دروفان اريير غوش، الاريير غوش كيف لازم نشوفوه، لان واسمه حجام نعرفوه وكي واسمه صاحب قاسي واسمه ايتنوري كي رجع ان شاء الله قالنا او عندنا هذاك نعرفوه، هذوما هذا ما نعرفوهش. انا كي نجيب جوال لازم نشوفوه، لازم نعرفوه. علي بن شيخ كي نهضروا على بن عياده يقول لنا صاحب اقصاص، وكي نهضروا على ايتنوري صاحب قاسي، وانا اقول اللي نهضر معاه يقول لي صاحبك شكون صاحبي مازال ما عرفتوش. تفضل. هيا فهمت. احنا باش نشوفوا هذا اللعاب هذا كوتي غوش واش يقدر يمد اضافه، خاصه انه يلعب في ايطاليا. لازم نشوفوا هذه. مع بن سبعيني درنا شرقي لان عندنا مشكل في اللاك سنترال. وي دونك هذا الجوار هذا في الكلاب تاعو يلعب مليح، دونك ماذا بينا نشوفوه مع بن سبعيني مع فريق اللي راهو قوي على الصومالي. شوفوه واش وجاي يلعب لاطاك. يعطيك الصحه. وحنايا لازم نشوفوا هاد اللاعبين، ما تنجمش تكونفوكيهم وبصح ما تشوفهمش قاعدين. هذه وحده. البوداوي كوم باليور